أعظم ما قيل في أنم البؤساء. هذه الحياة لم تأتي على مزاج أحد، سنعيشها بحلوها ومرها، فلا تؤلموا أحد، فكل القلوب مليئة بما يكفيها. لا تتعلق بأحد كثيرا، فمهما كانت علاقتك به قوية قد يأتي يوم ويجد بديلا عنك، ويقل السؤال والاهتمام بك. وعند سؤالك له إما أن يعتذر لك بالظروف أو يذكرك بزلاتك ويضع اللوم عليك، وربما لا يهتم. لذا عش على مبدأ وجودهم لطيف وغيابهم لا يضر. حتما سيرحل كل شيء سبب لك الألم أو الحزن يوما ما، سينتهي كل ما مر بك وكأنه لم يكن. ستبقى فقط الذكرى التي ستحكيها عن صبرك، عن إصرارك، وعن فخرك بما حققته وأنجزته. وما عند الله من الأجر والمغفرة خير وأبقى. أنت جميلة، والأشياء الجميلة يجب ألا تكون حزينة. ابتسمي ولا تدعي أي شخص عابر يؤثر عليك، فلا أحد يستحق أن تتغير ملامحك الجميلة لأجله. كوني سعيدة دائما ولا تحزني أبدا. ليس عيبا أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، وليس عيبا أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، وليس عيبا أن تعود للبيت لأن عائلتك بالرغم من كبر سنك تخاف عليك، وليس عيبا